أزول، أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بضيوفنا الأعزاء. كنشكركم على تلبية الدعوة. وما هو ملاحظ أن الحزب الاشتراكي الموحد فرع أيتباه ربما هو أول مبادر لحدود الساعة إلى ندوة حول موضوع المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير، قصد تنوير الرأي العام ومحاربة الشائعات الرائجة. معنا اليوم من مدينة طنجة ابن قبيلة أيتيحيا، قيادة تنال عمالة شتوكا أيتباه، الأستاذ أحمد يحيى اللي هو مستشار قانوني وفاعل سياسي وحقوقي وجمعوي، كيتمتع بخبرة واسعة في مجال القانوني والحقوقي، وكان ليه دور بارز في الدفاع عن حقوق الساكنة في الأرض والثروة بالمناطق الجبلية بأشتوكن أيتباه. مهتم بالإشكالات المرتبطة بالأرض، والجميل فيه أنه كيستمر رغم كل الظروف والعراقيل في تقديم كل المجهودات للتغيير الإيجابي في هذه المناطق، واللي هو أمر صعب جدا بسبب تغول الأعيان والسلطة والأحزاب الإدارية ومجموعة من الجمعيات والتعاونيات اللي هي تحت الطلب وخدامين كتكتل ضد مصلحة السكان، اللي هي مصلحة عامة مشتركة. مرحبا بك أستاذ. معنا أيضا من باخر أي تعميرة بشتوكا أيتباه عمر الشيخ اللي هو أستاذ التعليم التأهيلي، متقاعد من مؤسسين الفرع جمعية تمينوت بيقول من بداية التسعينات، وهو رئيس جمعية توادى التنموية المشتغلة في مجال القروي وتحسين دخل الساكنة باخر أي تعميرة. عضو مؤسس ونائب سابق لفيدرالية جمعيات دولية أيتباه، انتخب رئيسا لجماعة أي تعميرة من 1997 إلى 2000، ثم من 2003 إلى 2015. مرحبا بك أستاذ. ومعنا أيضا من مدينة بيوغرا، وهو ابن دوار تيقي التابعة لجماعة أوغنز قيادة تنال عمالة شتوكا أيتباه، الأستاذ عبد السلام الشقري اللي هو فاعل جمعوي وحقوقي ورئيس جمعية سكان جبال العالم فرع شتوكا أيتباه، ورئيس جمعية تيافوت الثقافية والفكرية أيتصون، وهو أيضا عضو مكتب اتحاد تنفيذي لجمعيات أوغنز، وكذا عضو منخرط في عدة جمعيات المجتمع المدني سواء كرئيس سابق أو كعضو مؤسس، كما أنه واحد من بين المهتمين والمناضلين بحراك أكال وكل الإشكالات المرتبطة بالأرض، وهو رمز للالتزام والتضحية، حيث استطاع أنه يأثر في حياة الكثيرين سواء من خلال العمل الجمعوي أو الحقوقي ديالو. مرحبا بك أستاذ. مرحبا، شكرا. كمقدمة غنبدا نعرف المشاهدين بموضوع الندوة اللي هو مشروع إحداث المنتزه الطبيعي الأطلس الصغير الغربي وتأثيره على الإنسان والمجال. هذا المنتزه جا من بين واحد العملية ديال إحداث 11 منتزه وطني تم إحداثه ما بين سنتي 1942 و 2014 على مساحة إجمالية تقدر ب 2.84 مليون هكتار، وكيتعلق الأمر بمنتزهات توبقال وتزكى بتازا، ومنتزه سوسمسا وإيريقي بزاكورا وطاطا، وتيلمسطان الشفشاون، الحسيمة وإفران الأطلس الكبير الشرقي ميدلت، خنيفيس بطرفايا، خنيفرة والداخلة. وملي دوزت الدولة هذه المنتزهات الوطنية جات الآن دوز المنتزهات الطبيعية، ومن ضمن هذه المنتزهات المنتزه الطبيعي ديال الأطلس الصغير الغربي على مساحة كتقدر ب 11130 هكتار بتراب 3 أقاليم تيزنيت وشتوكا أيتباه
وتارودان واللي شاد 13 جماعة، واللي عطات الانطلاقة ديالو الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ونشرت هذا الشيء بالجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ 14 مارس 2024. هذا الشيء كامل مبني على قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 3267.23 اللي منشور في الجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ 14 مارس 2024. والآن غيبدا البحث العلني اللي متعلق بهذا المنتزه، وهنا خاص الناس يفرقوا ما بين المنتزه الوطني والطبيعي والأصناف الأخرى ديالو اللي تذكرت في القانون الخاص به، بحيث أن المنتزه الطبيعي هو واحد المجال بري أو بحري أو هما معا كيضم تراث طبيعي ونظم بيئية ذات أهمية ومنفعة خاصة تصدر حمايته وتثمينه مع ضمان الحفاظ على وظائفه الإيكولوجية والاستعمال المستدام لموارده الطبيعية. هذا حسب المادة 5 من القانون رقم 22/07 المتعلق بالمناطق المحمية. وفي الباب الثاني منه المتعلق بتصنيف هذه المناطق المحمية وخصائصها، وبالضبط المادة 2 حيث تذكرت الأصناف الأخرى تابعة للمنتزهات الوطنية واللي تقدر تجي مازال في الطريق، اللي من بينها هذا المنتزه الطبيعي، وكاينه محميه بيولوجيه، وكاينه محميه طبيعيه، ثم موقع طبيعي. بمعنى ان اي منطقه تم احداث فيها منتزه طبيعي تتكون منطقه محميه وتتحول فيها وضعيه الملكيه ديال السكان للعقارات بما فيها الاراضي والمنازل والاشجار من حق الملكيه الى حق الانتفاع. وهذا الانتفاع هو انتفاع مؤقت فقط، يعني عنده فترة وجيزة، يعني ما تيبقاش عندك الحق انك تصرف في ديك الارض او تستعمل الاملاك ديالك او تصرف فيها، وتيبقى عندك فقط الانتفاع الانتفاع بها كما هي بدون اي تغيير. يعني سواء اللي بغى يحفر شي بئر او زراعه الاشجار او البناء، يعني تيكون هذا الحق حق الانتفاع بدون تغيير، يعني ما يمكنش انه دير شي تغيير على المكان او ديك المحميه. وهذا حق الانتفاع ليس دائم بل مؤقت، كيرتبط بحاجه الدوله لذاك الملك، حيث يمكن لها انها تقتني منك بالتراضي ولا بنزع الملكيه في اي وقت.